السلام عليكم ومرحبا بقناة يوميات عائشة. اليوم بإذن الله غادي نوجدو هاد الخبيزات محشوين في الفرن بطريقة جد بسيطة واقتصادية في نفس الوقت. كيجيو هشاش ورطبين، نتوما كتشوفوا الداخل ديالهم كيف كيجي رائعين وكيوجدوا في وقت وجيز. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، واللي اول مره غادي يشاهد القناه ديالي ما ينساش يشترك في القناه ديالي ويضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش لايك للفيديو. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. هذه الوصفه غادي نحتاجوا الحشوه هي الاولى. كنحتاجوا بصلات حجم كبير مقطع قطع صغيره، 3 فلافل تمام مقطعين قطع صغيره، وجوج جزرات محكوكين على الطول، وصدر ديال الدجاج مقطع، والتوابل ملح وبزار كمون وكركم. دابا في مقلاة تكون فيها الزيت ساخنه غادي نضيفو ليها البصله باش نشحروها حتى يدبل لينا البصله ديالنا. غادي نحركوها، من بعد غادي نضيفو التوابل كيف قلت لكم: ملح، ابزار، كركم، كمون. صافي نحركوها مزيان. ممكن اضافه الزعتر للتنسيم، ممكن الاستغناء. غادي نحركوها حتى يدبل لينا البصله ديالتنا. صافي نبقاو نحركو. من بعد ما غادي تدبل لينا البصله ديالتنا غادي نضيفو المقادير اللي مازالين. ها هي البصله ديالنا بعد ما دبلات كتشوفوا كيف طاحت. دابا غادي نضيفو الفلافل 3 حجم كبير مقطعه قطع صغيره. دابا غادي نضيفو الجزر، وغنضيفو صدر ديال الدجاج، صافي نحركوهم ونخليوهم ونخطيوهم ونخليهم حتى يتشحروا مزيان. من بعد نخليوهم على جانب حتى يبردوا، وندوزو دابا للمقادير ديال العجين. المقادير ديال العجين: كنحتاجو كأس ديال الحليب يكون دافي، 3 كيسان ديال الدقيق القرص، 3 خماره وزن 8 غرام، نص كأس ديال الزيت نباتي، هذا عندي نص كأس راه كأس صغير، عندي بيضه كامله، وعندي ملعقه كبيره ديال سكر سنيده، ملعقه كبيره ديال خميره الخبز، وملعقه كبيره ديال النشا او مايزينا. دابا في اناء غادي نديرو الحليب دافي. كيف قلت لكم عندي هنا هاد الزلافه راه القياس ديال كأس العنبه، وغنضيفو السكر والخميره والنشا مايزينا. غادي نحركو مزيان حتى يذوب لينا ديك الخميره ديال الخبز. دابا غادي نضيفو خميره ديال الحلويات وزن 8 غرام، نحركو مزيان. دابا غنضيفو ديك البيضه كامله، من بعد غنضيفو كأس ديال دقيق الفرز. كيف قلت لكم انا عندي هذه عبار ديال كأس ديال العنبه، نفس العبار كيف قلت لكم. دابا غنحتاجو كأس ديال الحليب، حليب، وغادي غادي يهز لنا الكميه ديال 3 الكؤوس ديال الدقيق الفرز. الا بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوا حتى الحجم.
صافي. من بعد ما غنحركوه مزيان غادي نخطيوه في بلاستيك غذائي ونخليوه يختمر 15 دقيقه تبان دوك الفقاعات الفوق. المهم 15 دقيقه. وغادي نكملوا المقادير اللي مازالين. ها هو بعد ما مرات 15 دقيقه نتوما كتشوفوا دوك الفقاعات اللي كيدير لينا العجين. دابا غادي نضيفوا نص كاس ديال الزيت نباتي، وغنضيفوا ملعقه صغيره ديال الملح. منساوهاش، هي كتكون في المرحله الثانيه. ما كنديروهاش مع الخميره حيت ما كتفاعلش مع الخميره. غنحركو مزيان. من بعد غنضيفو الكأس الثاني ديال الدقيق الفرص اللي قلت لكم غنحتاجو 3. هذا الكأس الثاني، واحد درناه بالاختيار باش يخمر لينا العجين، والثانيين غادي نجمعو بهم العجين. صافي. بعد ما غنحركو دابا غادي نستغناو على المضرب اليدوي وغنكملو العمليه بالايد، وغنضيفو الكأس الثالث ديال الدقيق باش نجمعو العجين. هذا الكأس الثالث. صافي. بعد ما غادي نجمعو العجين مزيان غنحطوه في سطح العمل وندلكوه. العجين خاصو يكون متماسك، ما يكونش قاصح وما يكونش جاري. المهم غادي يكون كيتلصق في اليد. دابا ما غادي نضيفوا ليه لا طحين لا حتى شي حاجه، غنجمعوه نحاولوا اننا نجمعوه ونحطوه في سطح العمل. ها هو. دابا غادي ندلكوه شي شويه. بعد ما غندلكوه غادي نديروه في الاناء وغادي نغطيه بلاستيك غذائي ونخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو. ها هو بعد ما تضاعف الحجم ديالو هانتوما كتشوفوا كيف ولا. دابا غنخرجوا ليه داك الهواء اللي فيه. وها الحشوه ديالنا بعد ما بردات غنضيف لها واحد الزيتون مقطع وغادي نخلطوه مزيان. الحشوه ما خصوش يكون فيها الماء، ضروري خاصنا تصفى من الماء نهائيا باش ما تخسر ليناش الخبيزات ديالنا. دابا غنقبطوا ديك العجين غادي نفرقوها على كريات يكونوا متساويين الحجم. ها هما بعد ما غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه. نرجعوا باش نحشيوهم. اما بعد ما كملتهم خرجت ليا 12 قطعه. دابا غادي نبسطوهم مساعده ديال الدقيق حيت قلت لكم العجين كيكون مازال كيتلصق في الايد. نبسطوهم بالمدلك. غنكونوا محضرين طاوه ديال الفرن، صينيه ديال الفرن تكون مدهونه بالزيت اولا فيها ورق الزبده. صافي كنبسطوها بسط حيت كتكون رخي باقا ماشي قاصحه دغيا كتبسط لينا. دابا غادي نديرو فيها الحجو كميه مهمه باش كتجي زوينه. نتوما على حسب الرغبه، بغيتو تقللوا قللوا، بغيتو تكتروا كتروا. المهم خص الحشوه تكون ناشفه باش ما يهبطش لكم الماء ديالها. حاولوا حنا كنجمعوا حنا كنقرصوا العجين باش ما تخرجش لينا الحشوه.
هيا دابا ما غنبسطوها ما حتى شي حاجه، غادي نخليوها حتى الطرخه حتى نكملو باقي العجين كامل. من بعد غادي نبسطوه. غنعاود معكم كريه اخرى بنفس الطريقه اللي درت الاخرى. صافي نفس الطريقه حتى هي غادي نحطوها في الطاوه. المهم ملي نكملوا باقي العجين كامل عاد غنبسطوه باش تكون الطرخات ما تعذبناش وحنا كنبسطوها. هاهما بعد ما كملتهم كاملين دابا غنحاول انني نبسطهم بشويه بايديا. غيكونوا دابا الطرخات دغيا كيتبسطوا. غنبسطوهم من الوسط باش الحشوه كتفرق على الجوانب. صافي غنكملهم كلهم بنفس الطريقه. في هذه الاثناء الفرن نكونوا شعلناه يسخن مزيان. عاد ندخلو العجين، عاد ندخلو الخبيزات ديالنا. غادي ندهنوا الوجه ديالهم بالصفار ديال البيض. نحاولوا اننا نبعدهم على بعضياتهم شي شويه كيف كتشوفوا كيف دايرهم باش انهم ما يتلاصقوش. دابا هي عندي بيضه ودرت شويه ديال الكاكاو وشويه ديال الخل غادي ندهنهم به. هما بعد ما دهنتهم راه المقطع تقطع لي من الفيديو ورشيت عليهم شي شويه ديال الكاوكاو وشويه ديال الكوك. دابا غادي ندخلهم للفرن مباشره ما غاديش يعاودوا يختمروا. من بعد غادي نوريهم لكم في طبق التقديم. ها هما بعد ما طابوا الخبيزات ديالي كيجيو بهذا الشكل الرائع هشاش وخفاف. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك وخليوا لي تعليق الى عجبكم الفيديو. ونخليكم على خير حتى الفيديو اخر ان شاء الله. نلقاكم افضل الاحوال.